اهلا بكم في انجلش فلوج جديد مع دعاء. النهارده ان شاء الله الحلقه رقم 8 من سلسله شرح قواعد اللغه الانجليزيه كلها، وهنشرح فيها زمن الباست بيرفكت، الماضي التام. هنشرحه شرح كامل زي ما احنا متعودين عندي على القناه، من حيث الاستخدام وتكوين الجمله، السؤال، وازاي تعمل كمان جمله في النفي، واخر حاجه خالص وهي الكلمات الدلاليه او المفتاحيه. ولو لسه ما اشتركتش معايا في القناه اشترك معايا، انا بنزل درس انجليزي لكل يوم. ويلا بينا نبدأ. زمن الباست بيرفكت هو من اسهل الازمنه حرفيا في تكوينه وفي كل حاجه فيه، وهنشوف دلوقتي خلال الحلقه ان شاء الله. يمكن دايما الازمنه اللي هي البيرفكت دايما من ايام المدرسه كنا بنحس ان هي شويه صعبه، او انا هستخدمها في ايه، او هكون الجمله ازاي، او هجاوب على الاسئله ازاي. والنهارده عايزه تركيز كويس قوي من كل طلاب الثانويه العامه والمدارس كمان، لان ان شاء الله هيكون كمان في مراجعه ليهم من خلال الحلقه والشرح النهارده. بس بمنتهى البساطه، واول جزئيه تكوين زمن الباست بيرفكت الماضي التام بيكون عبارة عن had زائد الباست participle اللي هو التصريف الثالث للفعل. زي ما احنا فاكرين قبل كده قلت لكم الفعل ليه 3 تصريفات: البريزنت اللي هو الزمن الحاضر، والباست اللي هو التصريف الثاني من الفعل، والتصريف الثالث اللي هو الباست participle. تمام؟ فبمنتهى البساطة جدا، وقولوا تاني معايا: التكوين بتاع الماضي التام الباست بيرفكت هو perfect had زائد الباست participle التصريف الثالث للفعل. وصلنا لتاني جزئية، وهو امتى هنستخدم يا دعاء زمن الباست بيرفكت ده. بمنتهى البساطة جدا، زمن الباست بيرفكت بنستخدمه لما بنيجي بنحكي احداث في الماضي وحكاوي وزي كده. يعني لو حاجتين او حدثين حصلوا في الماضي ورا بعض، اول واحد فيهم هتقوله في القصة بتاعتك هو هيكون في زمن الباست بيرفكت، والتاني هيكون في الباست سيمبل. يبقى احفظوا كده وقولوا ورايا: past perfect past simple. بنحكي حكاوي في الماضي، القصص، الحكاوي اللي حصل امبارح او امبارح الاسبوع اللي فات وهكذا، هيبقى past perfect في الاول، وتاني حاجه هيبقى past simple. ما تيجي نقول شويه امثله عشان الموضوع يوضح معانا اكتر. يلا بينا. مثلا هقول امبارح انا اتغديت قبل ما اكلم صاحبتي. يبقى انا كده بحكي حاجتين حصلوا وهم خلصوا خلاص امبارح، ان انا اتغديت وان انا كلمت صاحبتي. هقولها بقى ازاي بالانجليزي: I had eaten my lunch before I called my friend. ها، الجزء الاولاني had eaten. I had eaten my lunch before قبل ما I called my friend. I called my friend ده ايه؟ الباست سيمبل. هسيب لك دلوقتي في الاي حلقه شرح الباست سيمبل كمان علشان ما تفوتكش لو انت ما شفتهاش يعني. فبمنتهى البساطه جدا، حاجتين اهم حصلوا خلصوا خلاص في الماضي. الاول ماضي تام، الجزء الاول من القصه هيكون في الماضي التام had plus الباست participle، والجزء الثاني هيكون في الباست سيمبل الماضي البسيط. تعالوا نقول مثال تاني: She had worked at the company for 4 years before it closed. تاني: She had worked at the company for 4 years before it closed. يعني ايه؟ الجزء الاولاني اهو من الجمله قلنا she had worked. قولوا ورايا: she had worked. يبقى هي اشتغلت في الكومباني اللي هي الشركة لمدة 4 سنين for 4 years before it closed. ادي هو الحدث الثاني، ان هي الشركة خلاص قفلت، فقلنا it closed اللي هو الباست سيمبل. يبقى الجزء الاولاني من الجملة she had worked ده ايه؟ past perfect. ممتاز. والجزء الثاني اللي هو the company closed او before the company closed او before it closed يبقى past simple. تمام؟ ادوني دلوقتي حالا امثله ليكم تحت هنا في الكومنتس علشان كمان ابدا اصححها لكم باذن الله. ثالث جزئيه السؤال والنفي. طيب ببساطه جدا، وزي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت وقلتوا معايا، لو عايزين ننفي الجمله هنعمل ايه؟ هنحط perfect، هنحط not. اوكي؟ فمثلا هنقول I haven't، هنعمل لها contraction يعني هنقولها كده مرة واحدة، فهنقول I haven't eaten my lunch
before I called my friend. يعني انا ولا كنت لحقت كلت ولا اي حاجه، ده انا ايه، كلمت صاحبتي على طول. اوكي، فهنقول I haven't eaten my lunch before I called my friend. حلو قوي. طيب هنوصل للجزئيه اللي بعد كده اللي هي السؤال. عايزين بقى نسال سؤال، وزي ما اتعودنا وفي الحلقات اللي فاتت كلها، خليني احط لكم دلوقتي حالا كل البلاي ليست الخاصه بشرح كل ازمنه اللغه الانجليزيه كمان هنا عندي على القناه، علشان ان شاء الله يكون معاكم الشرح كامل. فهنا عايزين نسال سؤال، هنعمل ايه؟ يلا قولوا معايا. perfect. هنعكس على طول، فهنقول had you، اهو هنبدأ بهاد في الأول، فهنقول had you eaten lunch before you called your friend. had you eaten lunch before you called your friend. حلو، يعني ايه؟ يعني هل انت اكلتي او اتغديتي قبل ما تكلمي صاحبتك؟ ولكن في نقطة مهمة جدا جدا في المحادثات وفي الحياة العامة عامة باللغة الإنجليزية، يعني اللي أنا قلته كسؤال ده دلوقتي طبعا صح جدا في الجرامر، وممكن كمان يجيلكم في الامتحان. ولكن في الحياة العامة لما بيجوا يسألوا مش بيقولوا قوي، مش هتسمعوا قوي سؤال في الباست بيرفكت، يعني مش هتلاقوا ان هم يقولوا ايه مثلا had you eaten ومش عارف ايه، لا، هيقول لك ببساطة جدا did you eat lunch على طول. did you eat lunch يعني هيسألك في الباست simple. اوكي، فهيقول لك did you eat lunch before you called your friend. did you eat lunch before you called your friend. تحسوها اخف كده ايه واسرع. بس انا قلت لكم برضو جزئيه الجرامر طبعا في سؤال الباست بيرفكت صح 100%. تعالوا بقى دلوقتي مع بعض نقول الكلمات الدلاليه. يلا بينا. الكلمات الدلالية لزمن الباست بيرفكت الماضي التام هي شبه جدا الباست سيمبل، وعلى فكرة الماضي التام الباست بيرفكت دايما هتلاقوه مرتبط وبنستخدمه مع الباست سيمبل زي ما قلت لكم. تمام؟ فمثلا لما تلاقوا كلمات زي yet, just, already, by the time، كل الحاجات دي بتدل على حاجات احنا بنقولها اهو في الماضي وتمت، هو ماضي تام فهو تم بالفعل، وقلناها زي ما قلنا قبل الحدث التاني اللي هو بيكون في الباست سيمبل. وبكده وفي فلوج النهارده ده دلوقتي شرحت لكم كل حاجه ليها علاقه بزمن الباست بيرفكت. مستنيه الامثله بتاعتكم دلوقتي حالا في الكومنتس علشان ان شاء الله اشوفها واصححها لكم. ولو عجبك فيديو النهارده وما تنساش لايك للفيديو، وكمان تشترك معايا دلوقتي حالا في القناة وتفعل الجرس كمان علشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديدة، واشوفكم الفلوج الجاي. باي باي.